السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي سافر لحضور المباراة عمل أكتر من حاجة، لكن راح يزور اللعيبة بعد المباراة في غرفة اللبس. أدي الوزير أشرف صبحي دخل بيسلم على الناس كلها، خدهم كلهم بالأحضان وده النني أهو، وبدأ يقول لهم مبروك وأنا فخور بيكم. دخل زيزو قاعد مش راضي يقوم، فقال له قوم انا مصري وانت مصري، وراح واخده بالحضن. اتفرجوا على المشهد ده، هو ده صدقوا انا عامل الفيلم ده كله عشان اللقطه دي. يا راجل يا راجل ده وزير مصر، يا راجل ده وزير الشباب والرياضه. قوم اقف قوم اقف، انت بتكلم الوزير، وزير جاي يهنيك بيحضنك بيقول لك مبروك، تقوم تسيبه وتقعد؟ هو داخل وانت قاعد مش راضي تقوم، ولما يقف يكلمك هنا دي لا علاقة كبيرة بمفهوم الأخلاق والنجومية. النجومية إذا خدت صاحبها لإحساسه، يا ابني احنا بنلعب كورة، يا ابني انت نجم علشان في جمهور بيشجع بتاع مدورة بنجري وراها في الملعب. ايه القرنانة دي؟ ايه التصرف الذي لا يليق؟ هذا وزير بيمثل دولة وانت لاعب كرة، لما يدخل عليك الوزير تسعد وتشكره، مش تقعد وهو بيكلمك، ما بتقومش الا لما يقول لك قوم. هذا سلوك لا يليق من لاعب، ويجب جميعا ان نتعلم. واحد اكبر منك في السن، واحد بيشغل منصب كبير زي منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة مصرية، وزير قديم، ليه تقعد؟ ليه تقعد؟ قوم اقف. اجيب لك بهاء سلطان يقول لك قوم اقف وانت بتكلمني؟ صدقوا بقى انا ما اتضايقتش من لقطة خروجه، واتضايقت من هذه اللقطة جدا لانها بتعكس العديد من المفاهيم الخاطئة اللي بتتسرب الينا وبنقبلها شويه بشويه لحد ما هتبقى عادي. التلميذ لما يشوف استاذه لازم يقف، الصغير لما يدخل عليه واحد كبير لازم يقف، اللاعب ولا اي حد بيقابل مسؤول لازم يحترمه، والا اذا ضاع الاحترام ضاع كل شيء. انتوا بتلعبوا كوره بتاع منفوخه قاعدين تجروا وراها، احنا بنحبها عشان بنطلع طاقه، بنحبها عشان بنستمتع بالمهارات، لكن هي لعبه. فلعبه مهما كنت نجم والنجوميه بقت بالملايين، ممكن تاخد ملايين وانت بلا قيمه، وممكن ان يكون لديك اخلاق وانت ما معكش فلوس. الفلوس عمرها ما كانت معيار، ولا النجوميه معيار للاحترام. كلما كنت نجما كلما زادت الاعباء عليك، لانك صوره للنجم. هذا كلامي الأخير عن زيزو، لا أريد أن أتحدث عنه، أتمنى أن يعود إلى صوابه. من يحب أحدا عليه أن ينصحه ويقول له غلطك فين عشان يرجع، لأن زيزو نموذج جيد ولاعب جيد. لم يثبت أنه لاعب دولي كبير حتى الآن، لأن هجيب لك كده وأقول لك تعال نشوف مين أضاف إيه للمنتخب بلاده، حقق معاه إيه. أنت لسه زيزو عنده كتير لسه ما جاش. بس